لما يكون السندوتش ب60 و70 جنيه وكمان المكونات اللي فيه ما بتكونش احسن حاجة، يبقى لازم نعمله في البيت. ومش عشان الجو برد يبقى نكسل ونجيبه من بره، لا خالص، ده بالعكس لازم تعمليه في البيت، بيبقى الطعم احلى وكمان بيبقى اوفر كتير. بس ياريت في البداية كده تدعميني بلايك وكمان شير ومتابعة، وتعرفيني في الكومنتات من اي بلد بتشوفيني. يلا بقى نسمي الله ونصلي على النبي ونبدأ. بدأت بقى في ان انا جبت بولة وحطيت فيها معلقتين صغيرين من النشا وكمان ربع كوباية من المية، ودوبت فيها النشا كويس جدا، وبعد كده حطيتهم في طاسة ورفعتها على نار متوسطة وقلبت فيها لحد ما بقى لونها شفاف معايا، وبعد كده حطيتها في الكبة وحطيت عليها ربع كوباية من المايونيز وكمان 3 معالق صغيرين من الزبادي ومعلقة صغيرة من الثوم وكمان معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة من الخل الأبيض، وحطيت كمان ملح ورشة من الفلفل الأسود وضربتهم كويس جدا. وبعد كده حطيت معلقتين كبار من الحليب وكمان عصرت عليهم نص ليمونة ورجعت ضربتهم تاني، وبكده يكون عملنا الطومية. وكمان لو عايزة تخففي القوام ممكن تزودي حليب، بس انا هنا بالنسبه لي القوام ده تمام معايا، وممكن تضاعفي الكميه وتحتفظي بيها في التلاجة. بجد طريقتها سهله جدا وكمان سريعه، يعني ما بتاخدش وقت خالص ولا حتى مجهود، وكمان طعمها بيبقى احلى من المعلبات بكتير، وكمان تقدري تخزنيها في التلاجة بس بقى مش لوقت كبير. بس الافضل انك اول ما تعملي الطومية ما تشتغليش بيها على طول، ممكن تسيبيها نص ساعة او حتى ربع ساعة في التلاجة تستريح شوية. وبعد كده بقى جبت العيش السوري كنت مفرزاه في الفريزر، انا بقى متعودة اجيب منه بالكمية وافرزه في الفريزر عندي، وقت بقى ما نحتاجه نطلعه ونعمله على طول، مش بيجراله اي حاجة في الفريزر. بطلعه بقى قبلها حوالي بنص ساعة او حتى ساعة يفك بقى كده براحته، اول ما يفك اقدر اشتغل بيه. المهم بقى اول ما فك معايا حطيت فيه التومية ووزعتها كويس، وبعد كده بقى حطيت الجبنة موتزاريلا وكنت محمرة بطاطس وكمان قليت بانيه حطيتهم بقى على الجبنة، وحطيت كمان كاتشب ومايونيز، وبعد كده لفيته وحطيته على الجريل طبعا على الجنبين لحد ما خد اللون الذهبي الحلو ده. عايزه اقولك بجد ان طعمه حلو جدا، وكمان تحس ان طعمه نضيف مش مكونات رديئه بقى زي بتاعه المطاعم. وبجد لو عملتيه في البيت وكمان بالطريقه دي مش هتعرفي تاكليه تاني غير من البيت، وكمان اولادك هيفرحوا بيه جدا، وتقدري بقى تحشيه اي حشوه انت حباه. ياريت بقى ما تنسيش اللايك والمتابعه.